السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم حبايبي ومتابعيني أحلى اخوات في الدنيا. النهاردة بقى وبعد طلبات كتير قوي إن أنا أعمل لكم الفطير المشلتت اللي أنا مشهورة بيه قوي عندنا في البحيرة، قلت بقى النهاردة أعمله لكم بكل التكات اللي هتطلع معانا أحلى فطير. اللهم بارك زي ما احنا شايفين، مقرمش أحسن من الجلاش ومش مستحمل إيديا خالص، وما شاء الله مورق الورقة بورقتها. وكل طبعا اللي كان من إيدي فطير عارف الفطير بتاعي شكله إيه. هنشوف النهاردة بقى ايه السر اللي بيخلي الفطير بتاعي يطلع حلو ومورق. نسمي الله ونصلي على الرسول. اوردر النهاردة معايا 10 فطاير. تمام، ال10 فطاير دول انا طبعا عشان هشتغل على العجان هقولك لو انت عندك العجان تشتغليهم ازاي، ولو انت عايز تشتغلي بايدك هتشتغليهم ازاي. انا طبعا عندي العجان فما بياخدش دقيق كتير. انا كل فطيره بتاخد معايا 650 جرام دقيق، فانا هحط في العجان كيلو، يعني اعمل 3 فطاير ب3 فطاير، فانا هحط كيلو 950 جرام دقيق، عليهم معلقه صغيره مليانه ملح. تمام، يتقلبوا تقليبه كده بالعجان، وبعد كده بقى بضيف الميه. طب الميه بتاعتي منين؟ الميه بتاعتي من التلاجة، ازازه من التلاجة وعاجن بيها، ما تعجنيش ميه من الحنفيه عشان فطيرك يستحمل معاكي في الحر وما يسحش وما يقطعش معاك. تمام، بضيف الدقيق بقى لحد ما الاقي العجينه بتاعتي زي ما اوريكي قوامها. انا عايزه قوام اكون راضيه عنه، قوام مش بيشد معايا ولا قوام ناشف شويه، عشان الفطيره بتاعتي تتفرد معايا زي ما انا عايزاها بالظبط. وعشان كده العجين بيطلع زي الجلاش. شايفه العجينه فيها بدايه تلزيقه كده، هو ده اللي انا عايزاه. وكمان هحط نقطه ميه. شايفه بدايه التلزيقه دي؟ لا، اضيف لها شويه ميه كمان، وهسيب بقى العجان يقوم. لو بايدك بقى اعجيني بقى، بصي شايفه ملبن. شايفه بتنط ازاي قبل هي ما تريح ولا تكمل عك؟ شايفه ممتازه وتلزيقه بسيطه، هو ده اللي انا عايزاه في الفطير. هسيب بقى العجان بقى يقوم بالواجب بتاعه لحد ما يعجنها لي مظبوط، ولو على ايدك ربع ساعه. شايفه العجينه بتمط ازاي؟ هي دي اللي هتستحمل معايا بقى الفطيره وفردة الفطيره. طيب انا عجنت ال3 فطاير على بعض، هنعمل ايه بقى عشان اوزعهم بحيث يبقى كل فطير قد التانية؟ بوزن الدقيق اللي هو كيلو 950، انا عملته 3 فطاير، بوزنه على الميزان هيطلع معايا 3 كيلو و100 جرام و60 جرام و80 جرام، بيبقى طبعا على حسب المية اللي انا حطيتها. يبقى الثابت معايا ان كل فطيرة معايا هتبقى كيلو 20 جرام، كيلو 30 جرام، كيلو 15 جرام. ده الثابت بتاعي بعد العجن. خلاص، اظن الموضوع كده ما تهناش من بعض، وبنفسر كل التفاصيل الصغيرة اللي هتعملي بيه فطير اللهم بارك بما يرضي الله، والمكسب بتاعه اللهم لك الحمد والشكر كويس جدا. هو طبعا شغل متعب، بس انت لما ايديكي بتاخد على الشغل بتطلع الحاجة بسرعة وبتخلصي 10 فطاير. انا بخلص في اليوم 30 فطيرة لوحدي، يعني انا معيش حد وبخلص في اليوم 30 فطيرة. بقوم الفجر كده وبعجنهم ما يكون ورايا، يعني ال10 فطاير دول انا بادئه فيهم الساعه 12 الظهر، سلمتهم الساعه 5. 10 فطاير. وطبعا احنا عارفين ان الوقت ده كله بيكون في ايه؟ في التريح، لان اهم حاجه التريح في الفطير. بسيبه يريح بعد العجن بعد ما اكوره، وبسيبه يريح بعد ما اكوره قبل ما بططه عشان يتفرد معايا مظبوط. كل بقى كوره انا عملتها كيلو 20 جرام، بدات ان انا اكورها عشوائي بقى كده 4 كور، وكل 4 كور انا بكورهم بسيبهم في مكان جنب بعض، ما بلخبطش بقى الكور على بعضها تاني يبقى كده ولا اكني عملت حاجه. لا، انا كل كيلو 20 جرام انا وزنتهم، كل كوره بقسمها 4 كور جنب بعض، ببقى عارفه ان ال4 كور دول بتوع بعض، واحده صغيره واحده كبيره بقى هم شايلين بعض. المهم ان ال4 في الاخر هيدوني نفس ميزان الفطيره بتاعتي بس. ومعايا اكياس دي يا جماعه، دي اكياس نظيفه زيرو، انا بفتحها وقت الاستخدام بس. زي ما احنا شايفين انا مقسمه وعارفه ان كل 4 كور نفس الميزان، كيلو 20 جرام، على الصواني بتاعتي، ومغطياها بالكياس النظيفه اللي انا يا دوبك طالعه من الكيس يعني جديده زيرو، وفتحها بالمقص ومغطيه بيها العجين ضروري عشان وشه ما ينشفش. طبعا بفرش تحتيه زيت ويكون ريحته كويسه، وبحط فوقيه زيت. بدأت بقى اجيب الطبلية بتاعتي ان انا ما بستغناش عنها. شفتوا عندي الترابيزه الرخام الكبيره ان انا ممكن اشتغل وعندي طبلية كبيره، لا الا بقى الطبلية الصغيره دي بتفرد معايا الفطيره وبتحكم فيها وبلفها براحتي، ولا بقى الف حوالين الفطيره داير ما يدور ولا الكلام ده وانا قاعده بشتغل. شايفين بفردها زي الورقه، طبعا بريحها الاول وبعد كده بفردها زي الورقه. طيب بالنسبه للإيدام بتاعي، انا بحط سمنه فلاحي على زبده فرن او زبده جنه،
اللي انت بتستخدميها ايا كان. انا عن نفسي بحب استخدم زبدة جنة، انتوا عارفين رأيي فيها، يعني ايه، شهادتي مجروحة. ببدأ ان انا بقى اشوف، انا روقت اول فطيرة وفردتها ما فيهاش حتة تخينة، ببدأ بقى ايه ازقيها، وما تبلغيش في الايدام، لان مهما تحطي ايدام زيادة الفطيرة صدقيني بتاخد اللي لازمها وبتطلع الباقي بره. يعني انت اللي هتحطيه زيادة اولا مش بيخلي الفطيرة طعمها حلو وبتبقى تقيلة على اللي ياكلها، وفي نفس الوقت بتلاقي الفطيرة وانت قبل ما تبططيها وهي بتريح في الصينية طلعت كل الايدام الزيادة، خلاص هي اكتفت. خلاص بناخد برضو الفطيرة زي ما احنا شايفين بريحها. موضوع التريح ده بيريحني في الشغل شوية، يعني بيخليها تفرد معايا أسرع. انا طبعا عملت الكاميرا هو تصوير كامل مش على ايدي عشان تشوفوا بقى ايه الفطير بيبقى عايز مساحة كده في الفرد والحاجات دي. انا قلت انا عايزاكم تشوفوا كل التفاصيل الصغيرة، عشان عايزة كل واحدة بتعمل مشروع من البيت دخلي الفطير في شغلك، صدقيني مكسبه كويس جدا، وايدك لما تمشي فيه هتبقى مميزة بيه، لان ناس كتير قوي بتحب الفطير ومش بتعرف تشتغله خالص. تمام. ولو انتي بتشتغل الفطير بس محتارة في شوية التفاصيل بتاعة البيع وازاي اكسب وازاي احسب الموضوع وازاي اعاير الدقيق، فالفيديو ده ليك. خلاص. انا بقى تاني فطيرة هنا فردتها، تاني كورة حطيت فيها الكورة الاولانية انا فردتها، هم 4 كور زي ما احنا ما اتفقنا. يبقى انا عملت الكورة الاولانية وبعد كده فردت الفطيرة التانية، روحتها كلها ورحت حاطة فيها الكورة الاولانية، وهجيب الكرة التالتة بنفس الطريقة، شوية زيت صغير خالص على الطبلية او من الايدام بتاعك اللي انت عاملاه، الزبدة على السمنة براحتك خالص. بجيب الفطيرة اهو شايفة، وببدأ بقى بايدي كده شايفة، بصي بفرد الطروف وبعد كده بروح الفطيرة. شايفة الترويحة بتاعتها دي بتسهل معايا الفرد على فكرة جدا، بس طبعا مش كل الناس تقدر تعملها ومش شرط تعمليه. شايفة انا مش عايزة اقول لك قد ايه ورقة سيجارة، يعني هي ورقة السيجارة اتقل منها، السيجارة مش بتبين اللي تحتها على فكرة، دي مبينة اللي تحتها تفاصيل الطبلية كلها ولونها باين من الطبلية. فالفردة دي مهمة جدا. طبعا في ناس بتفرد الفطير تخين شوية وبتعمله وبتقول مورق، هو بيبقى مورق بس ما بيبقاش زي الجلاش يا جماعة، مهما تحكي لي ومهما تقولي لي استحالة يكون زي الجلاش، وانا جربت بايدي، جربت الطرق كتير قوي للفطير ومنزلها عندي على القناة. الفطير السريع ده بقى بتاع الست متعرفش تفرد، بتاع الأكلة السريعة بنتك داخلة المطبخ ممكن تعمله، لكن عشان ناكله بقى فطير مشلتت على أصوله اللي احنا بنتوحمه عليه، يبقى هي دي الطريقة من الآخر عشان ما تدوريش كتير. دي بقى اخر كوره في الكور، دي اخر كوره معايا زي ما احنا شايفين. بص العجينه مريحه ازاي مجرد ما افردها، بسم الله ما شاء الله. اهو شايفه انا بايدي بعوص ايدي في الايدام، ببل ايدي في الايدام وببدا شايفه بروح الفطيره. الترويحه دي حلوه قوي بقى للفطيره، بتخليها بقى تمط معاكي وتتفرد بسهوله خالص، الهواء بيخش العجينه. وببدا الف وانا قاعده، ولا تعب ولا مجهود. لا هو في مجهود عشان ما ابقاش كدابه يعني انا بخلص الفطير بلاقي ظهري ده مش عايزه اقول لكم، بعد بقى الخبز وبعد الدنيا دي كلها، لان انا ما بشتغل على الفرن الصغير وعلى الفرن الكبير لما يبقى عندي كميه كبيره زي يعني فوق ال20 فطيره، بشتغل على الفرنين عشان طبعا يسعفوا بعض. بحط في الغاز الصغير اول فطيره ما تقب بروح مدخلها في الغاز الكبير، وبياخد معايا الكبير 5 فطاير والصغير بحط فيه الفطيره السادسه وهكذا. بس طبعا الموضوع بيبقى مجهد جدا والنار بتبقى فظيعه يا جماعه في الحر ده، فيا رب عين كل واحده على اكل عيشها. معايا الصينيه بتاعتي انا دهنها من الايدام بتاعي، وببدا بقى احط الفطيره وضروري قوي على الوش ابل ايدي وادهن الوش بدسقيه. شايفه الهواء دخل الفطيره ازاي، بسم الله ما شاء الله، ولسه ولا ريحت ولا حاجه. ابدا بقى ايه افرد الفطيره التانية بنفس الطريقه، 4 كور وبفردهم برضو بعملهم فطيره واحده زي ما احنا متفقين يا جماعة، ان وزن الدقيق وهو لسه ما تعجنش قبل المية 650 جرام، وبعد العجن بيكون كيلو 20 جرام، كيلو 30 جرام، يعني هو ده الرينج اللي بايه اللي فيه، عشان تبقى عارفة تسعيرتك. ما تقوليش بقى ايه طب انتي بتحطي دي قد ايه، بتحطي ده قد ايه، والاقدام بقى مش هنقدر نقول لك حطي ايه. انا بعمل الحلة مليانة اقدام، بحط سمنة فلاحة على زبدة، يعني مثلا حطيت قد كيلو زبدة، ماشي، كيلو زبدة قالب زبدة جنة حطيته سيحته، وحطيت عليه مثلا قد نص كيلو سمنة فلاح، نص كيلو سمنة فلاح، وبس وبسيحه وبشتغل بيه زي ما ياخد بقى اتبقى معايا يبقى خلاص بيتبقى لشغل الفطير الجاي. بس انا ما اقدرش اقول لك بقى الفطيره دي بتاخد قد ايه، ده الموضوع ده صعب يعني، بيبقى طبعا ايه
انا بسقي الفطيره على حسب عيني انا، ما انا شايفه وعرفت خلاص ايدي خدت هي بتاخد معايا قد ايه. ببدا اروح الفطيره اهو زي ما احنا شايفين وافردها. واظن شايفين يا جماعه الموضوع معايا سهل، الموضوع مش صعب. والفرده الحلوه دي على فكره بيبقى نتيجه الميه الساقعه. ولو الفطيره اتخرمت معاكي خرم صغير ولا بتعمل حاجه للفطير، اللي يقولك الفطيره باظت بيضحك عليكي. انا اوقات فطير بيتخرم مني لان اوقات الطبليه بيبقى صفها حامي فبيقطع مني الفطيره، او ايديا اتخبطت في الفطيره او حاجه وبتطلع الفطيره ولا اروع، وبتقب جدا في الفرن وبتبقى زي الكيكه في الفرن وجلاشه قدامك. فده مش مقياس خالص يعني. زي ما احنا شايفين يا دوبك ببل ايدي كده وادهن الفطيره. شايفه الهوا بسم الله ما شاء الله. انا دخلت الهوا ده بقى اللي هيساعد ان الفطيره بتاعتي تقب. طيب لو حد بقى بيقول لي، وكتير قوي بيسالوني يا حبايبي على الواتس، طب احنا شيف نجوى عايزين نعمل فطير بالسمنه البلدي بس بيطلب مننا. هقول لك قولي لصاحبه الاوردر صدقيني لما تاكليه بالزبده والسمنه البلدي هيطلع معاكي طعما حلو وهيطلع مورق احسن وطعما افضل. جربي قولي لها صدقيني هيكون افضل بكتير. لان لو عملتيه بالسمنه البلدي بس مش هيقول لا، وبيطلع طعمه جميل طبعا وما نختلفوش عليه. بس عامل الزبده عامل مهم قوي بيستخدم في التوريق. احنا في الكرواسون وفي الباتيه والحاجات دي في طريقه التبنيط بنستخدم ليه الزبده؟ لان الزبده بتعمل على انتفاخ العجين من بعضه ويورق من بعضه كده وبيبقى هوا داخله، فهي بتقوم في الفطير بنفس الموضوع. نفس الموضوع. طب احنا ليه ما عملناش الكرواسون بسمنه؟ لان مش هيدي النتيجه اللي احنا عايزينها. فاحنا بقى بندخل الطعم الحلو اللي هي السمنه البلدي مع الزبده برضو اللي طعمها حلو وبتدينا النفشه والتوريقه المظبوطه. تمام. زي ما احنا شايفين انا بكلمكم وانا بفرد، يعني انا بكلمكم انا قلت افرد معاكم كمان فطيره كده اوريها لكم واوريكم ان الموضوع مش صعب. وانا بكلمكم في شويه التفاصيل الصغيره عشان فيديو الفطير ده مهم جدا وتفاصيله مهمه جدا وناس كتير قوي بتحتار فيه. طيب انا يا جماعه الفطير ده يعني بعرضه ازاي على الجروب وبنزله ازاي؟ انا بنزل على الجروب ان انا هعمل فطير خلاص، يعني انا الحمد لله واللهم لك الحمد عملت زبايني، فانا مش مستاهله بقى ان انا اقعد لسه اعرض بقى شغل واعمل عروضات والكلام ده. لا، انا زبايني عارفين الفطير بتاعي شكله ايه. فانا بنزل على الجروب ان انا عندي فطير بكره او بعده على حسب الوقت الفاضي بتاعك واليوم اللي انت محدداه. فبلاقي بقى حبايبي اللي بياخدوا مني فطير او اللي ما بياخدوش واول مره يجربوا سمعوا اراء العملاء في الفطير، بلاقيهم بقى داخلين احنا عايزين نحجز فطيره، عايزين فطيرتين، عايزين 3، عايزين 6، كل واحد على حسب بقى عدد افراد اسرته. خلاص انا ببقى عارفه بقى ايه، بقفل حجز مثلا ولنفرض يوم الاثنين قفلت حجز، يوم الثلاث التسليم، يوم الاثنين بالليل ما باخدش اي حجوزات تاني، يوم الثلاث الصبح بقى ببدا ان انا اشوف عندي كام فطيره واشتغل. خلصت ال10 فطاير بتوعي اللهم بارك. شايفين جمال الفطير؟ بصي الهوا، انا لسه ما عملتش حاجه ولا دخلت فرن. بصي الهوا اللي داخل الفطير، شايفين السمنه اللي طلعت دي بقى اللي هتورق الفطيره دي، ما تشيلهاش ابدا سيبيها زي ما هي. اما الفطيره تتبطط وتدخل الفرن هتظبط الدنيا. الفرن طبعا يا جماعه بسخنه على درجه حراره عاليه ومن الجناب بيكون وسط، وببدا ادخل الصواني بتاعه الفرن. شايفه الفطيره اول ما تورق بخلي النار وسط كده واسيبه بقى. شايفه الجمال؟ انا بقى يا جماعه مش هحكي لكم على الريحه، مش هحكي لكم على الجمال. شايفين النار؟ انا حبيت اوري لكم النار. انا اشتغلت النهارده في الفرن الغاز، ما رضيتش اشتغل في الفرن الكبير عشان مش متوفر في كل البيوت، فانا قلت لا اوريكم التفاصيل بتاعه الفرن الصغير اللي هو في كل بيت موجود. اي واحده بتشتغل اوردرات اكيد موجود عندها. شايفين النار عامله ازاي؟ شايفين بقى انا خلصت ال10 فطاير اللهم بارك. شايفين الجمال يا جماعه؟ شايفين الحلاوه؟ بص الفطيره طريه ومقرمشه في نفس الوقت ومورقه، يعني لولا ان الفطير ده كله حجز انا كنت نفسي اقطع لكم فطيره واوريكم الجمال بتاعها. انا خلصت ال10 فطاير وعبدا اغلفهم بقى بالورق الالومنيوم وبحطهم على طبق من الفضي من تحت او ذهبي ايا كان اللي هو بتاع الحلويات، وببدا احط الاستيكرات بتاعه الجروب بتاعتي. شايفين الفطيره عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، دايبه دوب يا جماعه وريحتها قلب الدنيا. وببدا كده اخلصها، واول ما بتخرج من الفرن دي خطوه مهمه وهي سخنه بديها رشه بالرشاش ميه بسيط كده، واروح دهنها بدهنه سمنه بلدي واروح مغلفاها بورق الالومنيوم. حلوه قوي الخطوه دي وبتفرق كتير قوي. لو عجبك الفيديو بتاعي النهارده واستفدت مني ما تنسينيش بقى في دعوه حلوه ولايك وشير واشتراك في القناه. ما تنسينيش في اللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احلى متابعين في الدنيا.